السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا بنات فيديو جديد وهو مشتريات العيد. تمام، ده موسم العيد جايلي، ما تقوليش لسه بدري. لو كل اسبوع هتخزنيلك حاجة ما تعينيش فلوس، لان الاسعار كل يوم بتزيد. فانتي بدل الفلوس اللي هتعينيها تروحي تجيبي بقى دقيق، تروحي تجيبي سمنة، سكر، اي حاجة. لو هتجيبي حتى كيس خميرة، اي حاجة تجيبيها من هنا لرمضان هتكوني وفرت حاجات كتيرة جدا. تمام، تعالوا نبدأ الفيديو مع بعض. الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة معايا وهي السوق. أنا كان عندي صواني صغيرة كنت بعمل فيها، فكان بياخد وقت معايا. فالصاج ده كبير حلو، ممكن أدخل 2 في الفرن، يعني ايه يوفروا معايا في الوقت وكده. فجبت 2 زي بعض وواحد صغير. تمام، وفي اكبر من كده برضو، لو مثلا ايه ممكن تجيبي اكبر من كده. تاني حاجة وهو الميزان دي عملي جدا في الايام اللي احنا الايام الجاية يعني، عشان توزني دقيق، توزني السمنة، تظبطي المقادير بتاعتك بالجرام، بالكيلو. الميزان ده 10 كيلو، سعره 130 جنيه. تمام، في حاجات انا عارفة سعرها هقولها، الحاجات اللي مش عارفة سعرها ممكن تسألولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هسأل وارد عليكم. فالميزان ده حلو جدا وعملي، انا يعني ايه حسيت ان انا هحتاجه فروحت جايباه. تمام كده يا بنات، فابدا اعينه كده، هو بيشتغل بالحجاره. فهعينه بقى، وقت ما استخدمه هطلعه. تمام، تعالوا نشوف اللي بعد كده. ده كان كيس دقيق كده، سعر الدقيق ب30 جنيه. فهاتي علشان مش يغلى. تمام، لو هتجيب كل اسبوع كيلو، شوفي انت بتستخدمي ايه وهاتي. ده اكياس كده صغيره، الحبه دول كانوا ب10 جنيه. كنت عاوزه اجيب علب عشان احط فيها الفول والطعميه واعمل معاكم تفريزات للسحور. العلبه ب2 جنيه، فقلت لا، احنا نجيب اكياس احسن ونوفر كمان. تمام، الحاجه اللي بعد كده دي التومين. كان جاي في الكرتونه، كان كيسين سكر وكيس شعريه. يلا، وصلت معايا لعند هنا، متنساش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس ليوصلك كل جديد. مستنية رأيك في الفيديو. دي سمنة، انا ما اعرفش سعرها، لو عايزة تعرفي سعرها اكتبيلي في الكومنتات وهسألك زي ما قلتلك يعني. وبرضه ما اعرفش نوعها ايه. دي يا بنات من اللي هي بالكيلو، بتنجاب بالكيلو. ده دقيق سيمولينا، الكيلو كان ب37. سألنا عليه ب37، واحنا جبناه بعد ساعتين. تتخيلوا اللي هو زاد في ساعتين بس 8 جنيه، ب45. الحبة دولي جايباهم وزنينهم على الميزان ب15 جنيه. تمام، هزود بقى عليه دقيق وكده، وهعمل منه وصفات بالدقيق سمينة والدقيق وكده. وان شاء الله هتعرفوا معايا ايه الوصفات دي، حلوة جدا وهتوفر يعني وكده، بدل ما تعملي بسبوسة كده. تعالوا بقى ايه. ده شوية السمسم دول كانوا ب5 جنيه، وكيس الخميرة ب3. قلت برضه هجيبهم وأعينهم عشان يكعكوا وكده. ده كيس نشا، كان الكيس ده ب10 جنيه، عشان لو عملنا حلويات بقى مهلبية وكده في رمضان يبقى ايه متوفر عندنا وكده. تمام، تعالوا بقى نشوف ايه اللي بعد كده. دي تقريبا مسحوق. كنت جايبة نص كيلو مسحوق من هو بتاع الاوتوماتيك. النص كيلو ده ب25، الكيلو ب50. والمسحوق العادي الكيلو منه ب15، والاوتوماتيك ب50 جنيه. فانا جبت نص كيلو، علشان ايه، على بال ما اجيب اللي هو الكيس الكبير ده. بجيب الكيس الكبير اللي هو 4 كيلو، بيقعد معايا 3 شهور، بيوفر معايا جدا. فانا قلت اجيب ايه نص كيلو دلوقتي يعني. دي بقى بسم الله ما شاء الله الدقيق اللي هو الكيلو ب30 جنيه. تمام، هينفع معاكي في رمضان وكمان هينفع معاكي في العيد. تمام، وهيوفر معاكي لو عرفتي انت تجيبي الكميه اللي هتستخدميها في العيد كلها، عشان حلويات رمضان وكده. هاتيها. تمام، اوفرلك عشان مش يغلى على العيد ولا اي حاجه يا بنات. الناس هتكون مضطره ان هي تشتري عشان تعمل بسكوت وكعك وكده، فممكن يغلوا. فانت ممكن من دلوقتي لو كل اسبوع هتجيبيلك كيلو وتحطيه في التلاجة. يلا، مستنيه رايكم ولايك من ايدكم الحلو.